قالت مصادر في أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أن الأخير يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم حتى الآن. جاء هذا التصريح عقب تقارير أفادت بأن النزلاء في سجن كوبر شمال الغربي الخرطوم فروا في وقت سابق هذا الأسبوع جراء الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ويتلقى البشير العلاج في مستشفى السلاح الطبي منذ فترة طويلة. وكان عمر البشير وكبار القيادات في حزب المؤتمر الوطني المنحل، وهو الحزب الحاكم السابق في السودان، من بين المحتجزين في سجن كوبر. وقال مراسلون في السودان إن قادة النظام المعزول خرجوا من سجن كوبر، ومنهم علي عثمان طه نائب الرئيس المعزول، وأحمد هارون الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني، وعوض الجاز قيادي في الحزب. وقال أحمد هارون في بيان صوتي بثته قناة تلفزيونية سودانية إنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم، مشيرا إلى أنهم مكثوا في السجن تحت تبادل نيران المعركة ل9 أيام، وانقطعت عنهم إمدادات المياه والكهرباء بشكل تام. وأضاف هارون وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إنه مستعد إضافة إلى المسؤولين السابقين الآخرين للمثول أمام القضاء عندما يطلع بدوره.